بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحقيقة أنا ترددت كتير قوي قبل ما أتكلم معاكم واختار الموضوع اللي أنا هتكلم فيه. زمان والناس اللي هي تخطط من العمر فوق ال45 هتتأكد إن كلامي ده كان صح. كان في عندنا حقوق كتير جدا كنا بنراعيها مع بعض. كان في عندنا حق الجيرة، كان في عندنا حق العيش والملح، حق العشرة، كان في عندنا حق الجوار. ما تقدرش تسيب حد مثلا في الشارع حتى بيتخانق وكده، كنت بتقف وتفض الخناقة بنفسك. كنا فعلا معظم الناس بتحب بعض، رغم ان يمكن كانت الظروف الاقتصادية ما كانتش زي دلوقتي يعني كانت الناس معظم حياتها على قدها، لكن الناس كانت بتحب بعض فعلا يعني، وكان فيه تفاهم وفيه اخلاق. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول ان اكرمكم مني مجالسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا. النهارده لما تيجي نشوف الشارع ونشوف المسرح المصري اللي احنا عايشين فيه، العادات والتقاليد والسلوكيات، وخصوصا من الشباب، نلاقي اللي فيه حاجات كتير قوي اتغيرت، حاجات مش من طبعنا، عمرها ما كانت مننا كمصريين. حاجات كتير قوي اتغيرت. من ضمن الحاجات ديت اللي لفتت نظري وهتشيتني جدا ارتفاع الكم الهائل من حالات الطلاق وحالات الخلع. احنا اصبحنا يعني في مصاف دول العالم اللي فيها فعلا الظاهره دي ظاهره كبيره، وفي عدد كبير جدا، رغم ان زمان ما كناش فيه موضوع الاختيار ده كتير، ان الولد يختار البنت او البنت تختار الولد ويوافقوا عليه. جوازات كانت معظمها جوازات تقليدية باختيار أهالي وجواز صالونات، والناس كانت بتزور الناس ويمكن ما كانش بيشوف الزوجة ويحتك بيها الاحتكاك اللي هو موجود دلوقتي خالص، إلا بعد ما يكون في بيته بقت زوجته. ومع ذلك كانت نماذج ناجحة جدا، ربت ناس وربت كوادر وخرجت علماء. إنما النهاردة لما بقى للولد مطلق الحرية في الاختيار والبنت كذلك، وخرجت البنت لسوق العمل، كان المفروض إن واقع المجتمع يكون أفضل من كده. لا بالعكس، ده الموضوع اصبح ان يعني نسبه الطلاق النهارده، لو هنتكلم على نسب النجاح، الزيجه الناجحه، لو عندنا 100 حاله جواز مثلا في السنه، نقدر نقول بالكتير قوي 25 30 حاله هم اللي بيستقروا، الباقي كلهم انفصال. ده كتير، ده كتير، ده بيخرج للمجتمع اطفال غير طبيعيه، وبيخرج للمجتمع كوارث، وبيخرج من المجتمع. ما هو انت التجربه بتفوت واحده ارمله او مطلقه ومنفصله، المجتمع نظرته لها بيتغير، وامور كتير جدا بتتغير. والواقع برضه في حاجه تانية اكيد هنفرد لها ان شاء الله لو لنا عمر حلقه مخصوص، ان في ساعات الزوجه بترفض انها تستمر مع زوجها لانه مجرد انه عرف حد، او كان له علاقه بحد، او كان بيحاول يعمل علاقه بحد، وبتنفصل منه بعد فتره من الزمن، بنلاقيها بترتبط بحد كان متجوز، او ممكن يكون متجوز كمان، وبتدخل في مشاكل كتير جدا هي رفضها قبل كده. فدلوقتي هو احنا اتغيرنا كتير، ولا هي الظروف اللي اتغيرت، ولا ايه اللي اتغير جوانا؟ ما تيجي نشوف الاول، هو احنا الاول فكره الجواز هو ايه؟ الجواز هو ايه؟ الناس بتفكر ازاي؟ ايه الطرق وايه الاليات ان انا كراجل ممكن ان انا اختار زوجة؟ ايه الاليات دي؟ ازاي انا هشتغل بحاجة زي كده؟ هو انا لما اختارها لايه؟ عندنا الدين قال والشرع تنكح المرأة الأربع. هل احنا التزمنا بده؟ هل احنا التزمنا بده؟ لمالها ولجمالها وحسبها ونسبها ولدينها فاصفر بذات الدين. مين فينا لما بيجي يختار النهارده بيصفر بذات الدين؟ اولويات الاختيار بقت كتير جدا. انا مش هختلف، مش هجادل، انا واحد من الناس عايش معاكم نفس الظروف الاقتصاديه وانا موظف الحمد لله، عايش مرتبي، واستطعت الحمد لله ان انا اربي اولادي.
بس هل ان انا لازم اختار الزوجة تكون موظفة هتساعدني؟ طب هل هو ده الاختيار الصح؟ هو ده؟ طيب هو انا مع مرتب زوج مراتي انا ومرتبي الدنيا بتتغير كتير. طب هل احنا هنقصر في حق العيال ولا العيال هياخدوا حقهم؟ حاجات كتير جدا، واعتقد ان هي دي المشكلة. اعتقد ان هو ده الاول المشكلة، ان احنا ما بنختارش الكفء، ما بنختارش الكفء. الكفء مش الكفء ان انا اختار حد على نفس الليفل بتاع التعليم او نفس مستوى التعليم، لا. الكفء دي يبقى في ما بينهم توافق ذهني، توافق ثقافي. كل واحد فيهم الزوج والزوجة بيبقى جاي من بيئة مختلفة خالص. ممكن لو الولد يعني اتربى في بيت كان فيه الأب شخصيته قوية والأم كانت ضعيفة ودايما بتسمع الكلام الزوج، ده مش ضعف على فكرة، ده منتهى القوة للزوجة إنها تسمع كلام زوجها. مش كل الأحيان طبعا، مش على الإطلاق يعني، بس هو إحنا لازم يكون في رمز للبيت يعني. اكيد هيطلع كده، متخيل ان كل البيوت كده، وانه لما يتجوز لازم مراته هو كمان تبقى كده، ان هو هيبقى زي والده اكيد يعني. انما دلوقتي الموضوع مختلف. انا لما ابص الاقي البنت طالعه برضه في بيت والدتها هي المتسلطه وهي المسيطره، والراجل بالكاد يعني يا دوبك بيحاول يلم القروش عشان يربي عياله، فما عندوش وقت انه يقعد يخش معاه في جدال، فبيكبر دماغه عن مشاكل كتير. فبرضه بتطلع متخيله ان المراه هي اللي بتتصرف في كل حاجه، وان هي اللي بتدير البيت، وان هي الترس الرئيسي. ده ممكن يخلق مشاكل، اكيد ممكن يخلق مشاكل، ومشاكل كتير جدا. فانا بقول ان في توافق كتير، في توافق كتير جدا. توافق برضو الدولة أخذت بعض الإجراءات الجديدة دلوقتي، إن هي موضوع الكشف الطبي على الحالتين، بس يا رب نكون بننفذه صح. مش بقى عبارة عن أوراق بس بنروح مستشفيات ولا لا، فعلا محتاجين إحنا نحلل، محتاجين إن إحنا نكشف، محتاجين إن إحنا ممكن نتنبأ، ودي حاجة بعلم ربنا سبحانه وتعالى، إن الزيجة دي ما تنفعش، أو مثلا الطرفين الاتنين يعني الناتج بتاعهم مش هيبقى كويس. في أمور كتير أوي لازم تتغير في تفكيرنا إحنا. اسمحوا لي ان احنا نفرد كام حلقه نتكلم في الموضوع دوت. واكيد المشكله اللي انا بتكلم فيها النهارده مفيش بيت فينا ما عندوش حاله ما عاش التجربه المريره دي، تجربه المحاكم، تجربه محامين، تجربه الاهانات، وتجربه القطيعه، وتجربه ان الحرمان من الاولاد، سواء طرف يحاول يحرم الاولاد يعني من الام تحاول تحرمهم من ابوهم، والاب يحاول يحرمهم منهم، والاولاد هم في الاول وفي الاخر هم اللي بيضيعوا. يا رب كلامي يلاقي صدى عند حضراتكم، يلاقي صدى عندكم واكون ضيف خفيف عليكم مش ضيف تقيل، وان ما اريد الا الاصلاح ما استطعت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والى اللقاء.